يا أهلا وسهلا حبايبي الحلوين. وحشتوني قوي قوي من القصة اللي فاتت. جاية النهاردة وجايبة لكم قصة جديدة، بس قصة النهاردة مختلفة جدا، حلوة قوي ورومانسية ومشوقة، ومتأكدة ان كلكم هتحبوها. لكن قبل ما نبدأ قصة النهاردة، أتمنى ما تنسوش اللي مش عامل سبسكرايب للقناة أتمنى يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لكم إشعار أول ما ننزل قصة جديدة، وتفجروا زر اللايك. وقبل ما نبدأ قصتنا يا ريت ما تنسوش تصلوا على النبي. يلا بينا نبدأ روايتنا. في جناح فهد كان بيقول: خدي بالك أني رايدك الليلة. نعم، زي ما سمعتك كده. بصراحة كده أني ما جبتش حد النهاردة، وانتي تسدي مع انك ما تعجبنيش، بس اهو صدخانة وخلاص. موافقة ولا هتوافقي غصب عنك؟ نعم اكيد طبعا مش موافقة. وبعدين ازاي حضرتك تطلب مني حاجة زي دي؟ اكيد مستحيل تحصل. على فكرة انا مش زي البنات اللي انت بتجيبهم، انا بشتغل هنا شغالة. وفجأة زقها لورا لغاية ما وقفها على الحيطة، وكتف ايديها الاتنين بايد واحدة، والايد التانية كانت على وسطها، وكان بيبصلها بكل غضب. فيروز وهي بتترعش، لكن كانت بتحاول تتظاهر انها جامده. انت بتعمل ايه؟ بقول لك ايه، ابعد عني وملكش دعوه بيا لو سمحت. ومسكت ملح من جنبها ورمته في وشه، وقدرت تفلت ايده علشان تقدر تجري منه، وطلعت تجري بسرعه جدا ونزلت من القصر. وكانت ماشيه في الشارع بتجري، كانت خايفه جدا يجي وراها او يبعت رجالته. كانت عماله تعيط ومش عارفه ازاي حصل منها كده. أما تاني يوم صحيت فيروز من النوم في صباح يوم جديد في بيتها المتواضع، وجهزت الفطار كالعادة لإخواتها الصغيرين، وكانت نازلة علشان تحاول تدور على شغل علشان تقدر تصرف على إخواتها الاتنين، لأنهم ملهمش غيرها وهي الوحيدة اللي بتصرف عليهم. وبعد ما نزلت في حي شعبي، وكان موجود فيها ورشة تصليح عربيات، يعني ميكانيكي اسمه سعيد يكبر فيروز ب10 سنين، وابن خالتها فيروز عندها 18 سنة، وفهد عنده 30 سنة. نزلت فيروز وكانت بتعدي الشارع، وقفها سعيد وشاور لها، قرب عليها وقال: فيروز ازيك؟ انت جيتي ليه متأخر من الشغل امبارح؟ وبعدين كنت شايفك عمالة تعيطي وطلعتي تجري على البيت على طول وما سلمتيش عليا. لا مفيش، اصل كان ورايا شغل وكنت راجعه من الشغل تعبانه جدا واتخبطت وانا بجري. معقول؟ طب ليه ما اتصلتيش بيا؟ كنت اخدت اي عربيه من الورشه وجيت خدتك على طول. وبعدين يعني ما انا قلتلك مليون مره سيبي الشغل ده، وانا يا ستي هصرف عليك انتي واخواتك، انتوا في رقبتي، لكن انتي مصممه تشتغلي معرفش ليه. ردت عليه فيروز وقالت: سعيد بعد اذنك ابعد عن سكتي خالص، اصلا انا سبت الشغل هناك وهدور على مكان تاني. وبعدين انا قلتلك مليون مرة انا اللي هصرف على اخواتي ومش عايزة فلوس من اي حد، انا متكفلة بيهم. حد؟ ومين قالك ان انا حد يا فيروز؟ انا اقرب شخص ليكم. وبعدين قوليلي انت سبتي الشغل ليه؟ آه عادي، سبته وخلاص. بعد اذنك بقى انا لازم امشي دلوقتي علشان لازم اجيب طلبات واطلع اطبخ لاخواتي. انا حضرت لهم الفطار ونزلت على طول، ولازم ادور على شغل تاني. بقول لك ايه يا سعيد، لو سمحت ما تتكلمش في الموضوع ده تاني، وانت عارف رأيي في الموضوع ان انا ما بحبش حد يصرف علينا. عموما يا ستي براحتك، بس انا عايزه اقولك ان انا تحت امرك، واي حاجه عايزاها مني. مش عاوزه حاجه، مش عاوزه حاجه يا سعيد، قلت لك مليون مره انا مخنوقه وزهقانه ومش طايقه نفسي وعليا مسؤوليه كبيره. بقول لك ايه، سيبني الله يصلح حالك. سابته ومشيت، وقررت انها تروح قصر فهد علشان تاخد كل هدومها وكل اغراضها من هناك. وكانت عارفه انه اخر يوم ليها هناك في القصر، لكنها كانت خايفه جدا تتواجه بفهد، بس كانت عارفه انه في الوقت ده مش موجود. دخلت فيروز، لكنها استغربت اول ما دخلت لقيته نايم على الكنبه ورامي كل حاجه حواليه على الارض، ونايم بكل هدوء تام. الغريبه انه ما بيرجعش البيت في الوقت ده، لكنها ما همهاش اي حاجه غير انها تاخد اغراضها وتمشي، وكانت بتتسحب واحده واحده علشان ما يحسش بيها وعلشان ما يصحاش. لكن فجأة سمعت صوت قوي جدا بيقول: ما انت جيتي تاني اهو. كنت عارف كويس قوي
إنك هترجعي. تعاليلي بقى يا حلوة. وأول ما لفت وشها قالت له: لا، أنا ولا جاية علشان أي حاجة، أنا جاية علشان أصفي حسابي وآخد كل هدومي وكل حاجتي وهمشي من هنا ومش هتشوف وشي تاني. ومين قالك بقى إنك هتمشي؟ اوعي تكوني فاكرة إن دخول الحمام زي خروجه يا حلوة. لا، ما انتش ماشية. على فكرة أنا مستقيلة ولازم أمشي، لو سمحت اوعى من وشي، أنا هاخد حاجتي وهمشي من هنا على طول. وأنا رفضت استقالتك. يلا على شغلك ونضفي البهدلة دي، ومش عايزة أسمع منك كلمة مستقيلة ده تاني، فاهمة؟ أنا ما بحبش لعب العيال الصغيرة دي. يلا اسمعي الكلام. فيروز اتعصبت منه جدا وقالت: بس أنا بقى مش هقبل أقعد لحظة واحدة في البيت ده بعد اللي حصل. انت نسيت اللي حصل امبارح؟ ما انت بتبقى سكران طين ومش فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط، مش عارف انت بتعمل ايه، ولما بتفوق بتنسى كل حاجة. اولا انا كنت شارب، وثانيا بقى انت اصلا مش المود بتاعي، استحالة افكر اجرب لك، مش من قلة الحريم يعني. عادي، عادية جدا، ما فيكيش اي حاجة تعجبني. فيروز استغربت جدا من كلامه وتعصبت وسابته ومشيت. اما فهد لأول مرة كان حاسس إنه متضايق لأنه أحرجها جدا بالكلام وجرح مشاعرها، وحس إنه غلط اتجاه فيروز. والأول مرة كان عايز يروح يعتذر لها، مع إنه مش من عادته أبدا إنه يعتذر لأي بني آدم مهما كان غلطه فيه، لأنه عنده شخصية قوية جدا وما بيقبلش أبدا إنه يعتذر لحد. راح على أوضة فيروز وكان بينادي عليها: فيروز، فيروز. فيروز خرجت من الأوضة بخضة. نعم، في ايه؟ في ايه تاني؟ هو في حاجة غلط أنا عملتها؟ رد عليها وقال: فيروز أنا يعني بعتذرلك عن اللي حصل امبارح، والشهر ده مفيش كمان خصم، بس المهم إنك ما تمشيش من الدار. ممكن؟ موافقة يا فيروز؟ فيروز استغربت جدا وكانت مصدومة من الكلام اللي بيقوله. ها؟ طيب، شكرا قوي لحضرتك. فهد بص في عينيها، والأول مرة لاحظ حاجة غريبة جدا. لاحظ إن عينيها حلوة قوي وملفتة وواسعة وتجنن، تسحر أي حد، وفضل متنح وكان عمال يبصلها. أما فيروز لما لقيته بيبصلها بالنظرات دي ابتدت تشعر بالقلق، وكانت حاسة إنها خايفة جدا ومتوترة. هو أنت بتبصلي كده ليه؟ هو أنت عايز إيه بالظبط؟ هو أنت كنت شارب النهاردة ولا إيه؟ بقولك إيه، أنا لازم أنزل دلوقتي حالا على المطبخ. وسابته بسرعة وطلعت تجري. كانت متوترة جدا من نظراته وما كانتش فاهمة وعايز منها إيه بالظبط. وبعد ما مشيت بسرعة هو كمان راح على غرفته وكان عمال يفكر فيها وفي عينيها اللي سحرته ودخلت قلبه. كان بيفكر كتير، يا ترى اللي عمله معاها ده صح ولا غلط؟ وبعدين راح على مكتبه كالعادة، طلع المشروب بتاعه اللي بيشربه كل يوم في نفس الوقت ده، وكان عمال يبصله وكان بيكلمه بينه وبين نفسه وبيقول: معقول انت اللي بتخليني انسان تاني زي الحيوان بالظبط، مش شايف اي حاجة قدامي؟ طيب أني النهاردة مش هشرب. فيروز كانت قاعدة في أوضتها بعد ما خلصت تنظيف وشالت كل حاجة كان مكسرها في الأرض، وشالت كمية إزاز رهيبة جدا لأنه كان مكسر حاجات كتير. فتحت القصة بتاعتها وكانت عمالة تقرأها وهي مستمتعة جدا. وفجأة سمعت صوت الباب بيتقفل ولقيت فهد داخل عليها وشكله سكران، لكنه كان بيتظاهر إن هو سكران لأنه كان عايز يحطها في اختبار قوي جدا ويعرف هي زيها زي بقية البنات ولا لأ. انت عاوز ايه؟ انت ازاي تدخل كده الأوضة من غير ما تخبط؟ انت شكلك شارب. هأرجوك امشي دلوقتي ونتكلم بكرة الصبح. بقولك ايه، انت عجبتيني جوي. عايزك تجهزي نفسك الليلة علشان تبقي جارية الفهد. أنا بصراحة أعجبت بيكي وغيرت فكرتي عنك، وعايزك تثبتيلي إنك أحلى من كل الحريم اللي شفتهم في حياتي. النهاردة عايزك تكوني لي عروسة. فيروز بصيت له بصدمة
والدموع متحجرة في عينيها. أرجوك، أنت مش هتستفاد حاجة لو أذيتني. أنت ممكن تطردني، بس أرجوك أرجوك ما تعملش اللي أنت بتقول عليه ده. سيبني أروح، وأوعدك إني مش هاجي القصر هنا تاني، ومش هتشوف وشي تاني. وبالنسبة اللي عملته معاك أنا أسفة، ومش هيتكرر تاني. أنت مش هتمشي من هنا غير بموتك، فاهمة؟ أنت خلاص بتاعتي الليلة دي، ومستحيل أسيبك. أنا النهاردة رايدك أنت. ها، قلتي إيه؟ فجأة لقاها وقعت على الأرض وأغمى عليها. كان مصدوم جدا ومش مصدق اللي حصل. شالها بسرعة جدا من على الأرض وحطها على السرير، وهو لأول مرة يحس إنه ندمان إنه عمل معاها كده، وإنه ضايقها لأنها ما قدرتش تستحمل الضغط العصبي ده وأغمى عليها. والأول مرة فهدي يبقى خايف على بنت في حياته. وبعد ما شالها وحطها على السرير كان عمال يبصلها وزعلان جدا، وحط راسها على رجله وكان بيحاول يفوقها. فيروز، فيروز، أرجوكي قومي. أني آسف على كل اللي عملته معاكي. علشان خاطري قومي، وأوعدك مش هتتكرر تاني. انت غير كل البنات. فيروز بدأت تفوق، لكنها لقيتها قريبة جدا من فهد ومقرب منها جدا، واتخضت وبعدت عنه بسرعة وقعدت بعيد على السرير، وكانت بتقول: أرجوك ابعد عني بقى وسيبني أروح. أنا مش طالبة منك أي حاجة غير إني أروح من هنا، وأوعدك مش هتشوف خلقتي دي تاني. أنا أسفة إن أنا جيت هنا، أنا غلطانة. قلت مش هتمشي. اوعي تكوني فاكرة سهل اللعب معايا، فاكرة الملح اللي رمتيه في عينيا. ماشي، انتي بقى فتحتي على نفسك أبواب جهنم. فاكرة كده هتربيني؟ ها، تبقي غبية قوي يا فيروز. بصي بقى، أنا عايزك الليلة دي الساعة 9 بالظبط. ها، عايزني فين؟ بقولك ايه، انت عاوز مني ايه دلوقتي؟ انا ما اذيتكش في حاجة، وبعدين خلاص ما حصلش حاجة. انا اسفة يا سيدي علشان الملح اللي رشيته عليك، وبعدين سيبني اروح. الساعة 9، انت عايز تعمل معايا ايه؟ بقولك ايه، انا لازم اروح دلوقتي لاخواتي. ارجوك سيبني امشي. انت عارفة كويس قوي انا ممكن اعمل فيكي ايه. انت وعيلتك مش خايفة على اختك عشق اني اجيبها معايا هنا في جناحي الخاص ولا ايه؟ لو مش عايزة اختك تتأذي يبقى خلاص الساعة 9 تكوني جاهزة في الجناح بتاعي. كانت متوترة جدا فيروز، وردت وقالت: لا، ايه اللي عشق؟ مالكش دعوة بعشق. أرجوك، انت مشكلتك معايا أنا. طلع عشق من دماغك تماما، دي لسه صغيرة وملهاش في القذارة اللي انت بتقول عليها دي. أرجوك مالكش دعوة بيها. أرجوك بلاش عشق، دي لسه صغيرة علشان خاطري. رد عليها بعصبية وقال: تمام، حلو جوي، وانت خاطرك غالي عندي جوي. معنى كده انك موافقة تكوني عندي الساعة 9. أنا بقى محتاجة أشوفك زيك زي كل البنات اللي بيجوا لي هنا القصر، وانت أول واحدة بتشوفيهم. عايزك زيهم بالظبط. لو كنت يعني رايدة إني أبعد عن عشق أختك، وخدي بالك لو هربتي ولا ما جيتيش في الميعاد هيبقى آخر يوم لعشق في الحياة كلتها، فاهمة؟ يلا، أنا مستنيكي، ولما أشوف آخرتها ولو جدعة وبنت راجل بجد ما تجيش الساعة 9. ومشي من قدامها وهو متعصب جدا. أما فيروز كانت عمالة تعيط ومش عارفة تتصرف ازاي. يا ترى تروح له الساعة 9 وتفقد كل حاجة في حياتها وتفقد أعز ما تملك علشان خاطر تحمي أختها، ولا يا ترى تعمل ايه؟ ازيكم يا ولاد، عاملين ايه؟ إلا قولولي، هو فيروز فين؟ أصلها معدتش عليا النهاردة قدام الورشة، ده أنا كنت مستنيها من الصبح علشان يعني جايب لكم شوية فاكهة وخضار، علشان يعني أساعد بحاجة بسيطة قوي في مصاريف البيت. إلا قولولي هي فين يا فيروز؟ فيروز ما جاتش لغاية دلوقتي، وبصراحة احنا قلقانين عليها قوي. دي اتأخرت، أصلا أنا يعني مش عارف هي اتأخرت لغاية دلوقتي ليه. وكنت فاكرك انت لما بتخبط كنت فاكرها هي فيروز كده، جرينا نفتح لك بسرعة على الباب من غير حتى ما نعرف مين على الباب. ايه اتأخرت؟ ان شاء الله يكون خير. اكيد اتأخرت شوية في الشغل، اكيد عندها ضغط شغل. طيب بقول لكم ايه، انا دلوقتي هروح على البيت، وعايزكم اول ما فيروز تيجي تتصلوا بيا على طول وتطمنوني. انا مش هنام، هفضل صاحي لغاية ما اطمن. والواد عبد الله هيطلع لكم الخضار وهيطلع لكم الفاكهة كمان علشان تتعشوا وتناموا لغاية ما فيروز تيجي بالسلامة.
فيروز كانت قاعدة على السرير زي ما هي، ما كانتش بتتحرك من الصدمة والتفكير اللي شال جسمها كله ومش قادرة تفكر. دخلت عليها الشغالة وجابت لها شنطة وقالت: اتفضلي يا فيروز، الشنطة دي يكون باعتها لك فهد بيه، وبيقولك تكوني على الميعاد الساعة 9 وتكوني لابسة اللي جوه الشنطة دي. وسابت لها الشنطة ومشيت. فيروز أول ما سمعت منها الكلام ده قعدت تعيط، لأنها مش عارفة تتصرف ازاي، مش عارفة يا ترى تهرب منه ولا يا ترى تروح له الغرفة بتاعته وتعمل اللي هو عايزه. كانت بتفكر كتير وبتفكر في أختها، لكنها اضطرت تستسلم للأمر الواقع. ودخلت على الحمام ولبست الدريس القصير جدا المكشوف من كل ناحية اللي كان حاطته لها في الشنطة. وفعلا بعد ما لبسته كانت داخلاله على الجناح بتاعه. كانت الساعة 9 إلا 5 بالظبط، وفهد قاعد ومستني اللحظة اللي تيجي فيها فيروز وهي لابسة الدريس القصير جدا المكشوف اللي هو بعته لها، وتدخله وتستسلم وتسلمه نفسها. كان منتظر اللحظة دي بفارغ الصبر. وفجأة سمع صوت خطوات رجليها، وأول ما فتحت الباب اتصدم تماما. أول ما شافها بالشكل ده لقاها لابسة عباية سودا ولابسة نقاب وكله اسود في اسود. ايه ده؟ ايه اللي انتي مهبباه في نفسك ده؟ هو اني مش قلت تلبسي القميص القصير اللي انا حاطتهولك في الشنطة؟ فين؟ انتي دلوقتي هتقلعي النقاب ولابسة تحتيه القميص صح؟ يلا، أنا مستعجل قوي، قلتلك الساعة 9. لا، أنا جاية هنا ولابسالك اسود في اسود، وكل اللي هتشوفه مني النهاردة هو عيني وإيدي وبس. مش هتشوف مني أكتر من كده، علشان مش من حقك. انت فاكر نفسك ايه؟ البلد ما فيهاش قانون؟ أنا ممكن أروح أبلغ عنك دلوقتي حالا. انت ما تلزمنيش، أي راجل زيك مكانه في السجن. على فكرة أنا أشجع منك وأرجل منك مليون مرة. عارف ليه؟ لأني وقفت قصادك وقلت لأ. أنا عارفة إنك قوي قوي وعندك نفوذ كتير وممكن تعمل أي حاجة، لكن برضو مش هتاخد اللي انت عايزه. حلو قوي الكلام ده. أنا بصراحة ما كنتش أتوقع أبدا إنك تيجي بالمنظر اللي انت لابساه ده، عاملة زي الخيمة. كنت متوقع إن النهاردة هتكون ليلة جميلة بيني وبينك، بس خدي بالك برضو اللي أنا عايزه هاخده منك، بس هيكون بكيفك وبإرادتك، وهتكوني انتي رايداني أكتر ماني رايدك. أنا النهاردة مش هاجي جنبك ومش هلمسك طالما هي دي كانت إرادتك. لا، مستحيل تكون بإرادتي ومستحيل تكون بمزاجي، همشي بمزاجك ومش غصبا عنك. على فكرة أنا النهاردة اتولدت من جديد، لأن انت علمتني درس قوي جدا. علمتني اني اعرف اقف قصاد اي حد واقول لا، حتى ولو كان الشخص ده اقوى مني وعنده نفوذ قوية جدا ويقدر يعمل اي حاجة. بس مفيش حاجة ابدا هتتخطى ارادة ربنا. انا واثقة في ربنا انه دايما جنبي وجنب اخواتي، ومستحيل هعمل اي حاجة تغضب ربنا علشان دايما يكون حاميني وحامي اخواتي الصغيرين. انما انت بقى خليك كده مع المشروب اللي هيدمر لك حياتك. عموما خلاص، لو رايدة انك تمشي امشي. الكلام اللي قلتيه ده أثر فيا، واني يعني كنت عايزة اشوف انت هتعملي ايه بالظبط، وهتاجي باللبس ده لغاية عندي في الغرفة بتاعتي ولا هترفضي. بس بصراحة اول ما دخلتي من الغرفة قلت خلاص استسلمتي، وكنت فاكرك ضعيفة، لكن أني بخاف قوي من الست القوية، وانتي أقوى ست شفتها في حياتي. سابته فيروز ومشيت وهي متضايقة منه جدا ومتعصبة. لكن فهد من جواه كان فرحان جدا ومبسوط، لأن ده كان اختبار قوي جدا، وهو أصلا ما كانش شارب أي حاجة. كان مركز جدا وكان عايز يشوف يا ترى هتستسلم ولا يا ترى هتعمل معاه ايه. لكنها طلعت بنت قوية وشريفة فوق مما يتخيل. وعدت فترة طويلة وفيروز بعيدة عن القصر وبعيدة عن فهد، لكنها كانت زعلانة جدا من جواها لأنها ما بتشوفوش. أيوة، لأن فيروز بتحبه، حبته من كل قلبها، استسلمت لمشاعرها، لكن ما استسلمتش أبدا إن تسلمه جسمها. لكن كانت بتفكر فيه ومش عارفة تعمل إيه، وهو كمان حياته اتدهورت. بعد ما فيروز مشيت
كان بيفكر فيها ليل مع نهار، وكان ساب المشروب تماما، لأن فيروز اديته درس قوي جدا وعلمته إن المشروب ده هو فعلا الحاجة الوحيدة اللي بتدمر حياته. وابتدى يرجع لربنا ويصلي ويفوق لنفسه، وكان بيحاول يدعي ربنا إن ربنا يغفر له كل ذنوبه. وكان بيفكر فيها، يا ترى هي بتحبه زي ما هو بيحبها، ولا يا ترى هي ما بتحبوش؟ مع إنه كان متأكد 1,000,000% إن هي ما بتحبهوش، خصوصا بعد اللي عمله فيها. مسك المشروب بتاعه كان هيشرب تاني علشان يحاول ينسى فيروز، لكنه ما قدرش ورمى الكوباية على الأرض. ما قدرش يشرب تاني علشان مش عايز يرجع لفهد القديم، عايز يفضل زي ما هو، فهد الجديد النظيف. لكن كان قلبه بيوجعه جدا، مش قادر يطول فيروز، ومش قادر يمتلكها، ومش قادر حتى تكون موجودة معاه في نفس البيت. علشان كده كان متعصب، لأنه بيحبها جدا ومش عارف يعمل ايه علشان يوصل لها انه خلاص بقى شخص تاني. ونرجع تاني لفيروز اللي جه سعيد وكان بيقول لها خبر ما كانتش تتوقعه. اهلا اهلا يا سعيد، كويس انك جيت، تعالى بقى اتعشى معانا، انا لسه عامله مكرونه بالبشاميل اللي تجنن. ايوه يا سيدي، مكرونه بالبشاميل بالليل، فارس وعشق يا سيدي، صمموا ان انا اعملها لهم، وقلت اكيد سعيد هيجي علشان يطمن علينا ويتعشى معانا. ها، ايه رايك، موافق؟ انا دلوقتي اللي جاي علشان اعرف اذا كنتي انتي اللي موافقه ولا لا. فيروز، انا بحبك وعايزه اتجوزك، وعايزه ارحمك بقى من الشغل ومن العذاب اللي انتي فيه. هصرف عليك انتي واخواتك، انتي واخواتك في رقبتي. ارجوكي توافقي يا فيروز، انا بحبك من زمان قوي، وكنت مستني حتى اشوف قبول في عينيكي علشان اقدر اجي اطلب منك الطلب ده. لكن كفايه بقى، ارجوكي توافقي. فيروز كانت زعلانه ومتضايقه جدا، لانها سمعت الكلام ده من سعيد ابن خالتها، مش من فهد. كانت تتمنى ان فهد هو اللي يطلب منها الجواز، لانها بتحبه جدا من كل قلبها، ومش عارفه ترد عليه وتقول ايه. كانت هترفض، لكنها افتكرت انها فعلا محتاجه له، ومحتاجه راجل يقف جنبها وجنب اخواتها ويرحمها بقى من الشغل في البيوت. وردت عليه الرد الغير متوقع وقالت له، انا موافقه يا سعيد، موافقه اتجوزك. انا عارفه انك الشخص الوحيد اللي هتقدر تحافظ عليا انا واخواتي، وهتحمينا من اي حاجه. موافقه يا سعيد، بجد الحمد لله. انا مش مصدق نفسي، انا فرحان. انا النهارده اسعد راجل في الدنيا كلها. اوعدك يا فيروز، اوعدك اني هخليكي اسعد ست في الدنيا، ومش هخليكي محتاجه اي حاجه، وهستتك وتقعدي في البيت معززه مكرمه. مفيش شغل تاني، لا مفيش، مش هتشتغلي، انت هتقعدي في البيت انت واخواتك، وانا متكلف بيكم. انا اللي هصرف عليكم، وهساعد اخواتك انهم يخلصوا تعليمهم كله، وهساعدهم كمان لغايه ما يتجوزوا، وهجهز عشق. الخميس الجاي هيكون كاتب كتابنا يا احلى عروسه. فيروز بعد ما سابت سعيد دخلت على الاوضه وانهارت من العياط، لانها ما بتحبش سعيد، وبتحب فهد جدا من كل قلبها، وما كانتش عارفه تتصرف ازاي. اما اخواتها كانوا فرحانين جدا ومبسوطين، وكانوا بيقولوا الف الف مبروك يا فيروز، الحمد لله. على فكره بقى، انا كنت حاسس من زمان ان هو بيحبك، لكن انا كنت عارف ان انت ما بتحبيهوش، وكنت عارف انك هترفضي وتقولي لا مش موافقه على الجواز، لكن الحمد لله انك وافقتي. انا النهارده فرحان وسعيد قوي، اخيرا يوم الخميس هيكون عندنا فرح. انا بقى هعزم صحابي كلهم والشارع كله علشان الكل يعرف انك خلاص بقيتي لسعيد، وسعيد بقى ليكي. عشقي الوحيده اللي كانت حاسه بيها وقعدت جنبها وقالت، اسكت يا فارس، خلي عندك دم، انت مش شايف فيروز بتعيط؟ فيروز، انت ليه بتعيطي يا حبيبتي؟ هو انت مش عايزه تتجوزي سعيد؟ طيب طالما مش عايزه تتجوزيه، ليه وافقتي؟ ليه لما طلب ايدك وافقتي انك تتجوزيه يا فيروز؟ فهمينا. انا بصراحه قلت انك انت كمان عاوزاه زي ما هو بيحبك، وكنت فرحانه، بس قوليلي ارجوكي، انت مش عاوزاه وبتعيطي ليه؟ بتحبي حد تاني؟ بصراحه كده ايوه، بحب قوي من كل قلبي، بحب الشخص الغلط، بحب فهد بيه.
غصب عني حبيته ومش عارفة امتى ولا ازاي، مع انه دايما كان اسلوبه صعب ووحش قوي معايا. لكن سعيد ما بحبوش. انا هتجوزه بس علشانكم، علشان الاقي حد يقدر يصرف عليكم ويكمل معانا، لاني محتاجة راجل يقف في ظهرنا ويسندنا، وما فيش غير سعيد. العقل بيقول اني اتجوز سعيد، انما في قلبي فهد هو اللي في قلبي. مش عارفة حبيته ازاي وامتى، بس بفكر فيه ليل ونهار، وكنت بتمنى ان هو الراجل الوحيد اللي يكون جوزي. لكن ازاي؟ مع الأسف كل شيء انتهى. وبعدين هنعمل ايه دلوقتي يا فارس؟ فيروز بتحب فهد بيه وما بتحبش سعيد، وهي هتتجوزه بس علشان خاطرنا. احنا هندمر لها حياتها، وهتعيش مع الراجل اللي ما بتحبوش، هتعيش معاه تعيسة طول حياتها. احنا لازم نتصرف ونعمل المستحيل علشان تتجوز فهد بيه. بس يا ترى ازاي؟ عندك حق. ازاي بقى يا فقيقة؟ هنعمل ده ازاي؟ هنتصل يعني بفهد بيه ونقوله ان هي بتحبه؟ مستحيل. طب احنا عايزين نفكر في خطة علشان فيروز ما تتجوزش سعيد. انا بصراحة كنت فرحان قوي بالجوازة دي، لكن اكيد مش هكون فرحان على تعاسة اختي. هي لازم تتجوز الراجل اللي بتحبه. بقولك ايه، مفيش امل. انا شايف كده ان الموضوع بايظ. وجه يوم الخميس، وكان واقف سعيد جنب عروسته فيروز، وكان بيقول: ما شاء الله، انتي طالعة حلوة قوي، حلوة قوي يا فيروز. المأذون طالع على السلم علشان يكتب كتابنا. أتمنى إنك توافقي إنك تتجوزيني. فيروز كانت واقفة عمالة تبص لسعيد وبتتخيله فهد، وكانت مش عارفة تنطق ولا تتكلم، ومضطرة إنها توافق على الجوازة دي علشان خاطر إخواتها. هاي عروسة، موافقة تتجوزي فهد؟ وفجأة أول ما بصت وراها لقيته صوت فهد. استغربت جدا وما كانتش مصدقة نفسها. معقول فهد واقف قصاد عينيها ولا دي تهيؤات؟ أنا واقف قصادك أهو وقصاد الجميع، وبطلب منك إنك توافقي تتجوزيني. أنا اتغيرت يا فيروز، واتغيرت على إيدك انتي. أنا بحبك، بحبك قوي، وعايزة اتجوزك. إخواتك هما اللي اتصلوا بيا وقالوا لي إنك بتحبيني زي ما أنا بحبك، وإنك مش عايزة تتجوزي سعيد. وسعيد كمان هو اللي جه أخدني وجابني لغاية هنا، وقال لي إنه هو موافق على جوازي منك. يعني العيلة كلها موافقة. معقول؟ فهد، أنا مش مصدقة نفسي. يعني أنت واقف قصادي دلوقتي وبتطلب مني الجواز؟ طبعا موافقة، أنا بحبك من زمان قوي. بس سعيد ما يستاهلش مني غير كل خير. ده كان واقف جنبي وواقف جنب اخواتي. اي نعم انا بحبك انت، بس انا وعدته اني اتجوزه هو. اكيد هيكون متضايق وزعلان. فهد، انا بس عايزاك تفكر معايا يا ترى نعمل ايه ونراضي سعيد ازاي، لاني بصراحة انا ما اقدرش ابدا اكسر بخاطره. رد عليها فهد وقال: يا ستي انا قلتلك ان سعيد هو اللي جه اخدني من البيت وجابني لغاية هنا وموافق على جوازي منك، وقال لي بنفسه انه هو كان بيعتبرك زي اخته، لكن كان عايز يحافظ عليكي ومش عارف يعمل ايه، فقرر انه يتجوزك. سعيد شخص محترم جدا وكبر في نظري بعد ما عمل اللي عمله ده. المهم بقى قوليلي، موافقة تتجوزيني ولا لا؟ وعلى فكرة انا بطلت المشروب، انت خلاص غيرتيني من كل حاجة. المشروب ده كان السبب علشان انت تبعدي عني ومستحيل ارجع له تاني. قرب عليهم سعيد وقال: ألف مبروك يا فيروز، ألف مبروك يا بنت خالتي. أنا فرحان لك، فرحان قوي علشان ربنا عوضك وكرمك بإنسان عظيم زي فهد. فهد إنسان كويس، مش مهم كان بيخطأ زمان، المهم إن عرف غلطه واعترف بيه. عندك حق يا سعيد، وأنا أوعدك إني أحط فيروز في عينيا الاتنين هي وأخواتها. وإنت كمان أنا هفتح لك ورشة تكون خاصة بيك للعربيات، وتكون إنت المسؤول عنها. أما بقى فيروز واخواتها هيعيشوا معايا طبعا في القصر، وانا مسؤول عنهم في كل حاجة. اوعدك ان هنعيش حياة تانية كلها حب وسعادة. ولحد هنا تكون نهاية روايتنا السعيدة. يا رب تكون عجبتكم. اتمنى لو عجبتكم يا ريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة
وكمان تفعلوا زر الجرس على كلمة الكل، وما تنسوش تشيروا الرواية على الفيسبوك وكمان مع كل أصدقائكم، وتشجعوني باللايكات الكتير علشان أستمر وأنزل قصص باستمرار. ألقاكم في رواية جديدة، يا أجمل إخوات في الدنيا. مع السلامة.